انا اشتغلت في بيت ناس محترمة، لكن بعد شهر اكتشفت ان جوز الست بيعمل فيا حاجات بشعة. واحدة بعتلنا مشكلتها، بتقول انا جوزي شغال مندوب في شركة شحن، وللأسف في يوم من الأيام وهو رايح على الطريق عمل حادثة بالعربية ورجليه اتكسرت، واضطر ان هو يعمل عملية كبيرة في رجليه ويركب شرايح ومسامير، والدكتور كتب له راحة من الشغل خالص لمدة من 4 ل6 شهور. قال له خلال الفترة العلاجية ديت عشان تعرف تقوم وتسترد صحتك تاني وتعرف تمشي على رجليك. فطبعا جوزي اضطر ان هو يقعد في البيت طول المدة ديت، وانا وجوزي كنا بنشتغل. هو بيشتغل مندوب شركة شحن، وانا بشتغل ناني في حضانة، ومرتبي على مرتبه كنا بنمشي الدنيا. فطبعا جوزي لما قعد من الشغل للأسف المرتب بتاعي ما بقاش مكفي، والفلوس اللي كانت معانا في البيت ابتدت تخلص، ومش عارفين نعمل ايه. وطبعا عندي اطفال عايزة ااكلهم واشربهم واوديهم من المدارس، يعني عندي مسؤولية. فطبعا من هنا لهنا ابتديت افكر ان انا اشتغل شغلانة تانية، لكن انا عارفة ان جوزي هيعترض، مش عشان فكرة الشغلانة التانية، عشان فكرة ان جوزي بيعترض ان انا اشتغل في بيوت ناس او اخدم ناس. فانا طبعا من هنا لهنا بدأت احاول اشوف بيوت ناس محترمة اروحها انظف فيها ساعتين كده بعد شغل الحضانة، وارجع بيتي وكأني مفيش حاجة خالص، ومنها اهو يجيلي شوية دخل يساعدوني في مصاريف البيت والحياة. فطبعا انا اخت جوزي بتشتغل في مكاتب توظيف العمالة، اللي هم الخدم والسواقين يعني العاملات والبيبي سيتر والحاجات دي كلها. فطبعا بحكم شغلها في المكتب دوت كانت بتجيب لي بيوت الناس المحترمة دي اروح انظفها شوية بعد الحضانة، واساعد واساعد المدام في تنظيف البيت وكده، واخد اللي فيه النصيب وامشي. في يوم من الايام وانا في الحضانة جت ولية امر قالت لي انا عايزة واحدة تيجي تساعدني في البيت عشان عندي توأم، وعيال التوأم الاتنين مبهدليني ومش عارفة اتعامل معاهم، فلو تشوفي لي حد يساعدني في البيت وهديله مرتب كويس جدا. وقالت لي ساعتها على المرتب، وقتها قلت لها انا عايزه اشتغل عندك في البيت. قالت لها بس خدي بالك انا عايزه واحده تبقى طول اليوم معايا واخر اليوم تمشي، يعني شغلك في الحضانه ده مش هينفع، يبقى كده هتسيبي شغل الحضانه. وقتها طبعا انا وافقت وقلت لها انا موافقه. وكمان انا حسبتها في دماغي، قلت بدل ما تبقى وظيفتين مع بعض، وكمان وظيفة الناني في الحضانة دي مش مجزية قوي، ما اشتغل عند الست المحترمة ديت ومنها يجيلي مرتب حلو وتبقى شغلانة واحدة والمجهود يقل. فطبعا انا وقتها ما بقيتش عارفة وهفاتح جوزي ازاي. فرحت كلمت اخت جوزي ديت وقلت لها على الشغلانة اللي جات لي، وحكيت لها على التفاصيل وان الست محترمة، وفعلا رحنا سألنا عليها لقينا ست محترمة وجوزها راجل محترم شغال وظيفة محترمة جدا، وراجل يعني جنتلمان في نفسه جدا، والناس كلها بتشكر فيهم وان بيتهم ناس محترمة، وهي لسه عندها توأم. فوقتها اخت جوزي قالت لي دي شغلانة فعلا كويسة، وروحي يا بنتي وربنا يوفقك، وانتي لو جوزك سألك بتشتغلي فين ولا بتأخري ليه، انا هقوله ان انتي جيتي اشتغلتي معايا في المكتب اللي انا فيه تساعديني في شوية اجراءات ورق وحاجات من دي، وبتاخدي اللي فيه النصيب عشان ما يعترضش على شغلك بعد شغل الحضانة. فطبعا رحت وقلت لجوزي نفس الكلام، واختي قعدت تقنعه من هنا لهنا، اقنعته وافق وكله تمام. ورحت بيت الناس ديت واشتغلت عندهم في البيت، وكانت الست محترمة جدا. وقتها انا خفت لحسن في يوم من الايام تسيبني في البيت لوحدي مع العيال وتاخد بعضها وتنزل تروح تقضي مشوار، لان كمان جوزها موجود وانا مكسوفة اكون في البيت لوحدي مع جوزها.
فسألتها في يوم بقول لها هو انت يا مدام حضرتك في يوم من الايام ممكن تنزلي وتروحي مشوار وتسيبي لي الاولاد؟ قالت لي لا ما تقلقيش، انا ما بنزلش بالبيت خالص ومش هسيبك لوحدك خالص، اديكي شايفه التوأم اللي معايا والبيت وكده، ولو نزلت هنزل للضروره القصوى، بس انا قاعده مش همشي من البيت. وقتها انا اطمنت وارتحت قوي ان في ست قاعده معانا في البيت وان كل حاجه تمام. وجوزها الصراحه كان راجل محترم قوي معايا في المعامله. في يوم من الايام واقفه في المطبخ بغسل مواعين وبروق المطبخ، والاقي جوز الست واقف في ظهري وحاطط ايده على كتفي وبيقول لي عامله ايه النهارده يا فلانه. انا وقتها اتصدمت وزقيت ايده كده وقلت له في ايه حضرتك؟ انت ليه بتحط ايدك على كتفي؟ لقيته بيقول لي مالك في ايه؟ ده انا جاي بسلم عليكي وبطمن عليكي، مالك خفتي كده ليه؟ اما انك غريبه صحيح. وخد بعضه وخرج برا المطبخ، وانا وقتها جسمي اترعش واتخضيت. الراجل ده بيحط ايده على كتفي ليه؟ ايه ده؟ اول مره يعمل كده، ده عمره في حياته ما لمسني. انا بقالي عندهم اقل من شهر بشتغل وما حسيتش ان هو بيعمل تصرف كده ولا كده يدل ان هو يعني بتاع المنظر ده. فاتخضيت يوميها وخدت بعضي بعد ما خلصت الشغل ورجعت البيت، وكنت خايفة وكنت مقررة ان انا ممكن اسيب الشغل. وفي نفس الوقت المرتب اللي الست بتديهولي فعلا مأزمني وماسك عليا مع ظروف بيتي. بقيت قلت خلاص انا هشتغل عندها واخلي بالي من نفسي، ولو عمل حاجة انا اوقفه عند حده. وقعدت فترة بشتغل عندهم وكل حاجة كانت تمام. بعدها بكذا يوم لقيت جوزها معدي جنبي في الصالة وانا بمسح الصالة، والمدام وقتها ما كانتش موجودة، كانت مع الاولاد جوه بتنيمهم في الغرفة. ولقيته عمال بيبص قوي على رجلي كده وانا بمسح، وبيبص عليا وانا موطية. انا وقتها اتصدمت، قمت وقفت قلت له في ايه حضرتك؟ هو انت جاي طلعت دلوقتي في الصالة وانا بروق؟ استأذنك بس تخش جوه عشان انا ما بعرفش انضف قدام حد. ولقيته راح معدي من جنبي وبيقول لي ده انت عليكي جوزين رجلين زي القمر. انا وقتها سمعت كده قلت له انت ايه اللي بتقوله دوت؟ قلت له انا قسما بالله العظيم هروح ابلغ المدام عن الكلام القذر اللي بتقوله لي دوت، والكتف اللي انت مسكته لي من كذا يوم انا مش ناسيه. ابعد عني لو سمحت وسيبني اشوف لقمه عيشي، انا عندي اولاد بجري عليهم وجوزي في البيت، مالكش دعوه بيا. وخدت بعضي وخدت الجردل بتاع المسيح وفرشت السجاد ومشيت دخلت المطبخ، وكنت منهارة ومظلومة. بعد الموقف ده بكذا يوم لقيته قاعد في الريسبشن والمدام برضو كانت نايمة ساعتها، ولقيته بينده عليا بيقولي تعالي ثواني عايزة اقولك حاجة. قلت له لا انا مش جاية. قال لي هقولك حاجة، هوريكي حاجة بس على الموبايل، تعالي كده. فرحت دخلت الريسبشن عليه، لقيته بيوريني الموبايل بيقول لي بصي. فببص لقيت صوري وانا عريانه في الحمام وبستحمى وبغير هدومي. انا شفت المنظر لطمت على وشي، قلت له ايه ده؟ الصور دي؟ هو انت بتصورني وانا في الحمام؟ انت اتجننت؟ انت ما تخافش من ربنا؟ انت ما عندكش ضمير؟ لقيته بيضحك وبيقول لي بصي بقى، الصور دي انا ممكن ابعتها بسهوله قوي لجوزك واوريله مراته بتعمل ايه في غيابه، جوزك اللي نايم على ودنه ده في البيت هناك وقاعد وانت بتخدمي عليه وتصرفي عليه. هتعملي اللي انا عايزه منك وهتخليني اخد اللي انا عايزه منك ولا ابعت الصور؟ طبعا لما سمعت كده دعيت عليه وقلت له ربنا ينتقم منك يا شيخ، وخدت بعضي وجريت وخدت شنطتي وروحت بيتي وكلمت اخت جوزي قلت لها الحق المصيبة، الراجل المحترم اللي كنت شغالة عنده في بيته جوز الست طلع مركب لي كاميرا في الحمام وبيصورني وانا قلعة ملط، صوري كلها معاه على الموبايل. يا نهار اسود على الفضيحة. هيبعت الفيديوهات لجوزي وجوزي ده جوزي هيتشل، ده غير اني هتطلق، ده غير ان بيتي هيتخرب. هو بيعمل فيا كده ليه؟ انا عايز مني ايه؟ لقيت طبعا اخت جوزي عفوا بتقول لي وقتها
احنا لازم نتصرف في الموضوع دوت واهدي وما تجيبيش سيره لجوزك خالص، لان فعلا اخويا لو عرف الموضوع دوت مش هيسكت وهتجلطيه. وانت عارفه اخويا ما مشكلته ايه؟ مركب شرايح في رجله ومسامير وعامل عمليه كبيره مش هيعرف يتحرك. استني واحنا نحل الموضوع مع بعض. طبعا وقتها بقينا عمالين نفكر من هنا لهنا مش عارفين في ايه. طبعا انا وقتها ما رحتش كمان الشغل، لقيت المدام بتكلمني بتقول لي انت ما جيتيش ليه النهارده؟ قلت لها اصل تعبانه الاسبوع ده كله، احتمال كبير ما اجيش لان انا عندي دور برد شديد جدا وخايفه اجيلك البيت اقعد الاولاد، فخليني ايه شويه كده اخف واجيلك. قالت لي وقتها لو انتي مش هتيجي كمان الشغل قولي لي عشان اشوف حد تاني. قلت لها لا يا مدام انا هاجي ان شاء الله. وقعدت انا واخت جوزي نفكر نعمل ايه. قالت لي مفيش حل غير ان انت تروحي لمراته وتفضحيه وتقولي لها على الحقيقه، وقتها هي اللي هتجيب لك حقك وهتمسح الصور دي من على تليفونه. قلت لها انت متاكده؟ قالت لي اه. فعلا خدت بعضها وراحت ورحنا البيت يعني عند المدام اللي انا شغاله عندها، وقعدنا وفي الصالون وقالت خير في ايه. لما شافتني انا واخت جوزي داخلين وقلنا لها عايزين نتكلم معاكي في موضوع مهم جدا. وقتها استنينا لما جوزها نزل من البيت، وهو طبعا اصلا كان واقف وحاسس ان في حاجه غريبه بتحصل، بس ما جاش في باله ان انا هفضح نفسي وهفضحه بالطريقه ديت. وفعلا خدنا الخطوه بكل جراءه وقلنا لها على اللي جوزها بيعمله، وأفاجئ بردها بتقولي اخرسي يا كدابة يا قليلة الأدب، أنا جوزي ما يعملش كده، أستاذ فلان الفلاني ما يعملش كده، انتي واحدة كدابة ودي حركات خدامين كدابين بيبتروا بيها على أولاد الناس. أنا جوزي راجل محترم يا حبيبتي، القذارة اللي بتقوليها دي أكيد انتوا اللي بتعملوها مش جوزي. وطردتنا وقالت لنا خدوا بعضكم واطلعوا بره. وقتها طردنا بره انا واخت جوزي بره البيت ومش عارفين نعمل ايه، وانا عماله اعيط وبلطم ومنهاره، والست مهما حلفتها مش مصدقاني. خدت بعضي وروحت. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه ديت. انا بقالي اهو داخله في اسبوعين ما رحتلهاش الشغل ولا رحت كلمتها ولا هي كلمتني ولا جوزها اتصل بيا ولا بعت صور لجوزي لحد دلوقتي ولا اي حاجة. بس فعلا انا مرعوبة مش عارفة اعمل ايه. اروح احكي لجوزي على اللي حصل عشان يجيب لي حقي من الراجل القذر اللي صوري عنده على الموبايل دوت وممكن يبتزني بيها ولا لأ، ولا اسكت وكأن مفيش حاجة حصلت واستنى لما المصيبة تحصل ساعتها اتصرف. ودي كانت المشكلة اللي هي بعتها لنا النهاردة. يعني مشكلة دي كارثة بكل الجوانب. الراجل دوت بسهولة جدا لو رحتي بلغتي عنه الشرطة او عملتي فيه محضر في الاسم هيتجاب وهيتمسح الصور من على الموبايل مادام انت متأكدة ان الصور على الموبايل. بس الفكرة في حاجة ان هو ممكن يكون مسح الصور دي اصلا، ممكن يكون حاططها على موبايل تاني ولا مخبيها في حتة تانية. فهتثبتي الموضوع ده برضو ازاي؟ الموضوع محتاج تفكير اكتر من كده. انت غلطتي لما ما رحتيش قلتي لجوزك انك هتشتغلي عند ناس في البيوت. ايا كان ايه الوضع وايا كانت ايه مادياتكم ما كانش ينفع تخبي عليه شغلانتك. ما هو انت مش بتصرفي عشان ترقصي بره ولا تتفسحي ولا تسافري، انت بتشتغلي عشان تصرفي على البيت. يعني انت ما بتعمليش حاجه غلط، يعني انت كنت تروحي تصرحيه بشغلانتك ووظيفتك الحقيقيه اللي بتعمليها عشان يبقى على علم ودرايه، يبقى في ظهرك، يبقى اول واحد يجيب لك حقك لو حصل لك مصيبه زي ديت. لكن انت مخبيه عليه، هتروحي تفاجئيه بالمصيبه اللي حاصله وهتفاجئيه بالكارثه اللي حاصله. الاتنين في بعض انت ممكن الراجل يروح فيها، ده ممكن يطلقك. ما ينفعش طبعا. انت لازم طبعا يعني تشوفي حل في الموضوع دوت. تكلمي اي حد من قرايبك، اخوكي لو ليكي اب، يعني تاخدي رأيهم في الموضوع دوت. الموضوع ده حساس جدا وكمان في نفس الوقت مش هنصحك ابدا انك تخبي على جوزك اكتر من كده. يعني هتضطري في الاخر هتضطري انك تقولي له
وهتضطري ان انت تروحي تحكي على كل حاجة، لان الراجل القذر دوت لازم صورك وفيديوهاتك تتأكدوا انها اتمسحت من عنده. وحاولي تكلمي ناس من اهلك يروحوا معاكي اول حاجة عند الست ديت، منهم لنفسهم كده، يتكلموا معاها مرة واتنين وعشرة، وهي ساعتها وقتها ممكن فعلا يعني تاخد الموضوع على محمل الجد وتروح تكلم جوزها وتتصرف مع جوزها القذر دوت. يا جماعة لما تيجوا تعملوا حاجة في حياتكم أو تاخدوا خطوة في حياتكم، ما ينفعش تعملوها من ورا قرايبكم أو أهلكم أو ما يعني الشخص اللي انتوا عايشين معاه ومع بعض في نفس البيت. ما ينفعش تعملي حاجة من وراه ايا كان ايه بقى شغلانه، رايحين في حته هتعملوا حاجه، ما دام الحاجه دي فيها خطوره او فيها كارثه ممكن تحصل، لازم تبقوا معرفين اهل البيت بالموضوع اللي بتعملوه. مفيش حاجه اسمها عشان انا خفت على زعل الشخص او خفت على خوفه او خفت لا يرفض، ما ينفعش. لان لو حصل مصيبة زي ديت الراجل مش عارف، طب هو يعني ايه ذنبه يتصدم؟ ما هو ملزم بالمصاريف زي ما انتي ملزمة، وربنا اراد ان هو يقعد في البيت ويحصل له حادثة وعملية خلاص وقالك ما تشتغليش، ما كنتش تشتغلي، كنت تقعدي. هو كان ساعتها هيعرف يطلع القرش بطريقته ولا هيشوف مساعدة حد يساعده بطريقته، لكن ما كنتش تعملي فيها انت 5 رجالة في بعض وتروحي انت اللي تشتغلي وتخدمي في البيوت من ورا جوزك وهو رافض اصلا من الاول. وادي المصيبة اللي حصلت اهي. انا هستنى رأيكم في الكومنتات ويا ريت تدوها حل يمكن يكون احسن من حلي. وده كان الحل ان انا توصلت له، ان انت لازم تقولي لحد من اهلك يساعدوكي ويروحوا للست دي يتكلموا معاها، واذا ما كانش كده هتضطري ان انت تروحي تكلمي جوزك وجوزك هو ساعتها هيتصرف. ويا ريت انتوا كمان تدوها رأيكم، ولو عندكم مشكلة ابعتوها على رسائل الصفحة واكيد هرد عليكم. اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة، في امان الله.